جايبه لكم النهارده بقى اسهل طريقه هنعمل بيها الفراخ مشويه محشيه في الفرن يعني باسهل خطوات. عندي الاول كده 2 طماطم وسط، بصلايه كبيره، باخد الكلام ده كله مع فلفل احمر وفي الكبه بضربهم، حبه زيت، ملح، فلفل، وبدعك البصلايه كويس. وبجيب عندي الفراخ بتكون صغيره، يعني كيلو الا ربع كيلو، كيلو وربع، مش اكتر من كده. الفراخ تكون صغيره. تمام. باخد التتبيله دي كده وبتبل الفراخ كويس. عندي الرز بتاع الحشوه، انا مسوياه 3/4 سوا. وهنا وانا بحشي الفراخ لازم ما بمليش الفرخه قوي عشان الرز لما يستوي يبقى مفلفل مش معجن. تمام. بخلص كده واحده واحده وبحشي الفراخ كويس زي ما قلت لكم. ما بخليش الفرخه محشيه قوي على الاخر عشان من الفراخ من جوه تستوي والرز يبقى مفلفل. بخلص بقى هنا عندي الفراخ بتاعتي كلها، وبجيب عندي بقى الخلطه اللي هعملها على الوش. الخلطه دي عباره عن معلقتين من الصلصه، دبس رمان، صويا صوص، ملح، زيت، حبه فلفل اسمر. بس كده. الخلطه دي هي اللي هتدي الفراخ شكل وطعم تحفه. هوريها لكم دلوقتي. بنحطها كده على بعض، يعني معلقتين من الزيت، صويا صوص، دبس رمان، ومعلقه من الصلصه، حبه ملح، حبه نقطتين زيت زي ما قلت لكم. وبجيب هنا عندي الفراخ، وبكون محضره صينيه، وبجيب عندي فرخه فرخه كده، وبكون مخليه الوش كويس. انا عاملاها بالوش كده كويس ومن غير ورق فويل ولا اي حاجه، بس ربع كوبايه كده من الميه المغليه بحطها في قلب الصينيه وبس على كده. وبدخلها الفرن درجه حراره 240 بالظبط، ساعه وربع. كبيرها قوي. بصوا الفراخ ما شاء الله، الرز من جوه مفلفل، الفراخ مستويه كويس قوي، حاجه كده روعه. دي اسهل طريقه تعملوا بيها الفراخ مشويه ومحشيه في الفرن من غير اي تعقيد. الوصفه بقى لو عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه.